بسم الله على نفسي، بسم الله على قلبي، بسم الله على بيتي، بسم الله على أحبتي. يا رب، يا صاحب النظرة الرحيمة والأيادي الكريمة، اغفر لي وارحمني وخذ بيدي وأنقذني وقني شر نفسي، واكفني ما أهمني وارعني في ليلي ونهاري، واطرد شياطين الجفاء والقسوة من بيتي ومن صدري، واسلك بي أيسر طريق للسعادة، وارزقني نصيبا يرضيك من العبادة، وألف بين قلبي وقلب كل حبيب، وسهل أخلاقي للبعيد والقريب، يا مولاي ويا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو، وراجع لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم وكمان تستفيدوا منه. حابه اشكركم طبعا على تفاعلكم معايا على اخر فيديو، واهلا وسهلا طبعا بكل حبايبي واخواتي المتابعين اللي انضموا معايا جديد واشتركوا في القناه. عايزه اقول لكم وجودكم معايا شرف كبير ليا. تعالوا بقى نسمي الله ونبدأ الروتين بتاعنا، بس الأول خلينا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. أول حاجة بقى يا حبايب قلبي، يعني صحيت من النوم كده بدري وفطرت وعملت كده سندوتش جبنة وكوباية شاي، وقطعت كده خيارية صغيرة. انتوا عارفين ان انا مش بحب افطر قوي، بس زي ما قلت لكم قبل كده نبدأ اليوم بتاعنا بأي حاجة بسيطة علشان نقدر نشوف اللي ورانا. بعد شوية طبعا عملت بقى فنجان القهوة القمر ده، وبدأت الروتين بتاعي. وزي ما قلت لكم دايما ابدأوا كده اليوم بتاعكم بمشروب بتحبوه، اي حاجة كده على الصبح تديكم باور وطاقة وتشجعكم كده تبدأوا اليوم وتشوفوا اللي وراكم. دخلت بقى بعد كده على طول على المطبخ، وكان عندي بقى يعني طقم الكوفرتة ده بتاع يعني بتاع أوضة البنات. قلت ابدا بيه كده في يعني اول اليوم، علشان انتوا عارفين بقى يعني طبعا النهار بقى قصير، ومن وقت بقى ما الساعه اتغيرت وكده، والمغرب بقى بقت بتأذن بدري. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يعيد علينا وعليكم الايام بخير يا رب، والعالم كله يكون بخير. حاولوا كده طبعا اول ما تقوموا من النوم يعني ابدأوا كده اليوم بتاعكم بدورة غسيل، علشان تلحقوا كده يعني تنشروا الغسيل وتلموه طبعا قبل اليوم ما يخلص. انتوا عارفين بقى النهار بقى قصير جدا، فمش عايزين بقى نبيت طبعا يعني الغسيل على المنشر لتاني يوم، لان انتوا عارفين الفترة دي طبعا في تراب كتير في الجو. فاحسن حاجة انك يعني اول ما تقومي من النوم على طول تاخدي دورة غسيل بدري كده وتنشريها، وعلى اخر اليوم تلميها على طول. المهم بقى دخلت بعد كده على الغدا على طول، وهبدأ معاكم الروتين بتاعي كده من الغدا. والغدا بتاعنا النهارده كده أكلة يعني بيتوتية كده شتوية جميلة. هسلق معاكم لحمة، وهعمل معاها كده يعني لوبيا ورز بشعرية. طيب واحنا بنعمل بقى الغدا النهارده كده، عاوزة الروتين بتاعنا كده يكون مختلف شوية، وحابة اتكلم معاكم كده على شوية حاجات انا حقيقي من يوم ما طبقتها فرقت معايا في حياتي كتير قوي، وبجد يعني خلتني مرتاحة ومبسوطة وكمان فخورة بنفسي جدا. كلنا عارفين طبعا ان الحياة بصراحة فيها تحديات كتير، وطول ما احنا بنعرف ازاي بنتعامل معاها يعني بفضل الله كده بنقدر نكون في حالة نفسية افضل. فاول حاجة انا يعني حابة اقولك انك لازم تتعلمي تكوني ممتنة لكل حاجة صغيرة. يعني مثلا لو في يوم عادي خالص، حتى لو مجرد فنجان قهوة هتشربيه، او مثلا تقعدي مع حد بتحبيه، قولي الحمد لله. يعني عملتي حاجة حلوة في يومك، طبختي طبخة لولادك، نظفتي بيتك، خرجتي مع ولادك، ذاكرتي لولادك، خرجتي مع جوزك، اي حاجة تعمليها في يومك بجد كده خليكي ممتنة لكل حاجة بتعمليها وقولي الحمد لله. انا عايزة اقول لكم ان الامتنان ده خلاني بجد يعني اشوف الحاجات الحلوة اللي حواليا وما كنتش بلاحظها قبل كده. جربي بجد تاخدي لحظة كده كل يوم وقولي انا ممتنة على اي حاجة حصلت معايا حلوة النهاردة. صدقيني ده بيغير كتير، وكمان بيخلينا كده نقدر كل لحظة بتمر علينا، وطول ما احنا بخير وربنا كده مقدرنا على حياتنا، لان في ناس طبعا كتير جدا عندها ابتلاءات بجد صعبة قوي. فربنا يا رب يعين كل واحد كده على شيلته وعلى الابتلاء اللي ربنا عطوله. فلازم بجد نكون ممتنين لكل حاجة ونحمد ربنا على كل حاجة يعني بتعدي معانا في اليوم. ده غير ان الاهتمام بالنفس يا بنات، يعني انا اكتشفت بصراحة ان هو مش رفاهية، لا بالعكس خالص. الاهتمام بالنفس ده اساسي جدا. انا عايزة اقول لكم يعني ان انا كنت احيانا بحس ان انا مضغوطة، آم،
لدرجة ان انا ببقى مش عارفة افصل ولا اخد وقت لنفسي. بس يعني فجأة كده قررت ان انا اخد وقت صغير كل يوم. ممكن الوقت ده اهتم بيه بنفسي، حتى لو هعمل حاجة بسيطة خالص، لو حتى مشروب بيبسطني هشربه، لو كتاب هقرا فيه، لو مثلا هتصفح على اي حاجة، اي موقع او اي حاجة مثلا بحب اتصفح عليها استفيد منها، البس حاجة بحبها، اكل اكلة بحبها. المهم كده حاولي حتى لو هتشتري حاجة مثلا بسيطة بتبسطك، حاولي كده يعني كل يوم تاخدي وقت لنفسك بسيط خالص. ابسط حاجة زي ما قلتلك، لو هتشربي مشروب يبسطك، صدقيني بعيدة عن اي حاجة بتضايقك او بتعكر مزاجك. انا بقيت احس ان انا لما بعمل كده بجد بيبقى عندي طاقة بعدها، وده بيساعدني ان انا يعني اكمل بقية اليوم. حاولوا ما تقللوش من اهمية الاهتمام بنفسكم مهما حصل، لان صدقوني ده بيفرق كتير. انا عايزه اقول لكم ان انا جه عليا فتره كنت بحاول اعمل كل حاجه بافضل شكل، لدرجه ان انا كنت بضغط على نفسي جدا، لحد ما يعني ما جه فتره معينه تعبت فيها جدا صحيا بقى ونفسيا. وبصراحه نفسيتي بقت يعني متدمره. فوقتها قررت ان انا مش كل حاجه لازم تكون مثاليه. فده بجد يعني ريحني بشكل كبير جدا عن الاول. يعني عايزه اقول لكم ان انتوا حاولوا تقبلوا نفسكم واعملوا اللي تقدروا عليه من غير طبعا ضغط، والباقي سيبوه على الله عز وجل. آم، اختاروا كمان الناس اللي وجودهم يعني بيريحكم، لان ده بيأثر علينا جدا. الناس اللي بجد بتفرحنا وبتفرح لفرحنا وتسندنا طبعا وقت الصعب، الحاجات دي بجد يا بنات بتفرق في نفسيتنا جدا. انا فكرت ان كل واحد مننا يستاهل يكون حواليه ناس كويسة. طبعا الناس دي بترفع من روحنا، مش العكس يعني. ابعدوا عن الناس السلبية. انا يعني بقيت ماشية بمبدأ، بصراحة بقالي فترة كبيرة جدا جدا افضل ان انا ابقى لوحدي اكتر من ان انا اختلط بناس غلط. زي ما قلتلك حاولي بجد تدي نفسك وقت للراحة خلال اليوم. حتى لو عندك شغل كتير في البيت، انتوا عارفين طبعا شغل البيت ما بيخلص. الولاد بقى ودوشتهم، تنظيف البيت، الطبيخ، الفطار، الغداء، العشاء، المذاكرة، كل دي حاجات بجد يعني ضغطانة جدا. فبجد يعني حاولي كده تفصلي في وسط اليوم وتقعدي مع نفسك شوية. زي ما قلتلك لو هتشربي حاجة دافية، هتسمعي موسيقى هادية، هتتفرجي على حاجة بتحبيها، هتقري في المصحف بتاعك شوية، وارجعي كملي تاني. مش شرط ابدا ابدا الراحة تكون طويلة، لا خالص، المهم تاخدي لحظة يعني تهدي نفسك فيها كده وترجعي بقى تكملي المهام بتاعتك. واخر حاجة يعني حابة اتكلم معاكم فيها، آه، يعني نحاول نتعلم نكون رفقاء بنفسنا، خصوصا في الاوقات بقى اللي بنحس فيها بضعف او بتعب. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت زمان يعني بلوم نفسي كتير جدا على كل حاجه ما بتمشيش زي ما كنت عايزه. لو فكرت اعمل حاجه وفشلت ان انا اعملها، فكرت مثلا اوصل لهدف معين ومعرفتش، كنت طول الوقت بقى بلوم نفسي ان ازاي مثلا انا ما قدرتش اعمل الحاجه دي. وده طبعا كان غلط جدا، لانه كان بيضايقني وبيأثر على نفسيتي وعلى صحتي وارهاق وقله نوم وحاجات كتير. بس بصراحه دلوقتي يعني بقيت اعرف احس ان انا لازم اكون حنينة على نفسي. عادي اسمح لنفسي ان انا اغلط واتعلم من غلطي. طبعا كلنا بنغلط وبنتعلم من الغلط، هي الحياة كده صدقوني. نفسنا الحياة بتبقى اهون واسهل بكتير، وكمان هنقدر نعدي من اي ازمة. يعني هتستفادوا اكتر جدا لو طبقتوا الحاجات دي. انا يا رب تكون طريقتي في الكلام واصله لكم. انا عايزه اقول لكم كلام كتير بس بصراحه مش عايز يعني مش عارفه اعبر بيه قوي، بس انا عارفه ان انتوا هتفهموا انا عايزه اقول ايه. يعني عايزة أقول لكم إن الدروس دي بجد غيرت حياتي بنسبة 90%، ولسه طبعا بجاهد مع نفسي. أنا حبيت أتكلم معاكم فيها بصراحة النهاردة، يمكن تكون مفيدة ليكم زي ما كانت مفيدة ليا. جربوها وشوفوا إيه أكتر حاجة بجد أثرت فيكم. طبعا هستنى أسمع تجاربكم يعني آه، بالنسبة للحاجات اللي بنمر بيها والحاجات اللي اتكلمنا فيها النهاردة. وإن شاء الله كده يا رب نكون مع بعض دايما في الخير. وبس يا بنات، يعني يا رب يكون إحساسي وصل لكم وكلامي وصل لكم. وتعالوا بقى نرجع للروتين بتاعنا. زي ما شفتوا كده عملت سلقت اللحمة في الأول الطريقة العادية خالص. أنا بسيب المية تغلي في الأول، وبعدين بنزل بقى باللحمة على طول. وبعد كده بقى بشيل الريم اللي بيبقى على وش اللحمة. بصراحة مش بفضل أحط بقى لا بصل ولا ورق لورا ولا حبهان غير لما تكون الشوربة معايا نضيفة كده وجميلة جدا. بنزل بقى بالحاجات دي، وفي الاخر كده بحط معلقه سمنه بلدي،
وبسيبها بقى تغلي. بعد كده عملت الرز زي ما شفتوا، وسلقت اللوبيا وعملت بقى التسبيكه بتاعتها، وخلصت بقى الغدا. ده كان الغدا بتاعنا النهارده، سهل وجميل ولذيذ. حمرت كده كام قطعه لحمه، والباقي بقى سبته في الشوربه. يعني عندي ولادي في منهم بيحب محمره، وفي بيحبها مسلوقه على طول من الشوربه. كان عندي بقى شوية مواعين كده، قلت يعني بالمرة بقى اغسلهم علشان طبعا يعني اخلص منهم كده وما يكونش بقى ورايا حاجة. انا نفسي بجد يعني نكون مع بعض دايما في الخير، وتفضلوا دايما جزء من رحلتي الحلوة على قناتي، ونستفيد من بعض، وتقولوا لي كده يعني الروتينات بتاعتي بتعجبكم ولا لا، وتستفادوا منها بجد ولا لا. انا مبسوطة جدا جدا بكمية الناس اللي اشتركت معايا في الفيديوهات الأخيرة. بجد والله العظيم وجودكم معايا شرف كبير ليا. حقيقي هكون مبسوطة قوي لو الفيديو بتاعي عجبكم، وكمان اشتركتوا في القناة ودعمتوني بلايك، لان ده يعني حاجة بسيطة جدا بتفرحني قوي قوي، وده يمكن اكبر دعم ليا لما بلاقي لايكات كتير على الفيديو. بحبكم في الله، مستنياكم طبعا ومستنية كلامكم الجميل، واستنوني في فيديوهات تانية كتير بإذن الله خلال الفترة الجاية، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.